تخيل تبقى واقف بتتكلم مع حبيبتك عادي وفجأة تختفي من قدامك وتتحول لأشلاء في ثانية واحدة، وده مش بسبب حادثة، لأ ده بسبب بطل خارق. الأبطال الخارقين دايما المفروض بيحموا الناس وبيمثلوا الخير، بس الحقيقة هنا مختلفة تماما. ورا الصورة المثالية اللي بيشوفها العالم في أسرار مرعبة وجرايم بشعة محدش يعرف عنها حاجة، واللي حصل للبنت دي كان مجرد البداية، وده اللي هنعرفه لما بنشوف الشرطة بتطارد عصابة سرقت بنك، وبتوصل واحدة اسمها ميف وبتقدر بقوتها انها تكسر العربية، وبيوصل كمان بطل خارق اسمه هوملاندر وبيخلص على كل الاشرار بكل سهولة. وعلى الناحية التانية بنتعرف على واحد اسمه هيوي وبيكون شاب شغال في محل الكترونيات، وبتوصل له حبيبته روبن وبيخرجوا سوا وبيتكلموا وبيتفقوا على انهم هينتقلوا عشان يعيشوا سوا. لكن فجأة بيبص هيوي بيلاقيها اختفت من قدامه وفجأة اتحولت لأشلاء وماتت، وبنكتشف ان في بطل خارق اسمه اي ترين دخل فيها بكل سرعته لان قوته عبارة عن انه سريع جدا. وهنا بيتصدم هيوي من اللي حصل لحبيبته، وبنروح لبطلة خارقة اسمها ستار لايت بتتدرب في بيتها على قوتها، وبتكون قوتها انها بتقدر تتحكم في النور والطاقة، وبيبقى عندها مقابلة عشان تنضم لفريق الخارقين اللي اسمه 7 لانه مكون من 7 خارقين. وعلى الناحية التانية بنشوف هيوي ومعاه والده بعد ما رجعوا من عزا حبيبته روبن، وبيشوف هيوي في الاخبار ان البطل اي ترين طالع بيعتذر وبيقول انه كان بيطارد لصوص، وان البنت هي اللي طلعت في نص الطريق قدامه وان قتلها بالغلط. لكن هنا هيوي بيتضايق جدا لانها اصلا كانت على الرصيف، وبيتكلم مسؤول من شركة اسمها فوت، ودي الشركة المسؤولة عن الدعاية لفريق الخارقين ذا 7، وبيعرض عليه $45,000 كتعويض عن اللي حصل لحبيبته روبن، وان الاتفاق ده هيمنعه انه يتكلم في اللي حصل وكأنه ما حصلش. لكن هنا هيوي بيبقى متردد وبيقول له انه هيفكر وهيرد عليه. وعلى الناحية التانية بنشوف البطلة ستار لايت، وبنعرف ان مامتها من صغرها بتمنعها انها تاكل اي حلويات وممشياها على نظام غذائي عشان ما تتخنش وتفضل شكلها حلو وتقدر تنضم لفريق ذا 7. وبيوصل لها مكالمة انها اتقبلت فعلا في فريق الخارقين ذا 7، وبيكون روبن بيجهز اوراق عشان يرفع قضية ضد اللي قتل حبيبته، ولكن بابا بيقول له انك مش هتقدر تعمل حاجة لانهم اقوياء جدا والشرطة كلها واقفة في صفهم، ووقع الاتفاقية وخد المبلغ وابدأ حياة جديدة. ولكنه طبعا بيتعصب على والده وبيمشي وبيسيبه. وعلى الناحية التانية بيجي يوم تقديم العضو الجديد ستار لايت في فريق ذا 7، وبتقدمها مديرة الشركة واللي اسمها مادلين، وبتكون مبسوطة جدا بترحيب الناس ليها. وبيوصل بطل خارق اسمه ديب، وبتكون قوته انه بيقدر يتنفس تحت المية وكمان بيقدر يتكلم مع الاسماك، وبيرحبوا كلهم بستارلايت، وبياخدها ديب وبيعرفها على مكان الاجتماعات بتاع الفريق، وبتكون مبسوطة جدا انها بقت واحدة منهم. وهنا بيعرفها ان البطل هوملاندر هو المسؤول عن الفريق ده، وبيعرفها كمان ان هو يبقى اقرب واحد لهوملاندر، وبيبدأ يهددها انه يعمل معاها علاقة والا هيقول لهوملاندر يطردها بره الفريق. وللاسف هي بتوافق غصب عنها لان بيبقى حلم مامتها وحلمها من صغرها انها تكون ضمن فريق ذا 7. وبنتعرف كمان على بطل خارق من فريق ذا 7 اسمه ترانزلوسنت، وده قوته انه بيقدر يختفي لان جلده مصنوع من مادة الكربون، وانه عشان يختفي تماما لازم يكون بدون ملابس. وبنشوف هيوي وهو في شغله وبيدخل عليه واحد المحل وبيبان عليه انه غريب جدا، وبنعرف ان اسمه بوتشر، وبيبدأ يتكلم معاه عن روبن حبيبته. ولما بيتمشوا سوا بيعرف ان بوتشر في الاساس كان ظابط، وبيبدأ يقول له ان الابطال الخارقين كل سنة بيموتوا ناس وبيتسببوا في اضرار اكتر ما بينقذوا ناس، وبيعرفوا ان اولوية الابطال دي انها تعمل فلوس وتعمل افلام ودعاية كاذبة. من الاخر كده المهم الشركة اللي ماسكاهم اللي اسمها فوت تكسب وخلاص، وبيعرض عليه يتحدوا ويفضحوا الابطال دول. وفعلا بياخدوا وبيوديه ملهى ليلي موجود فيه الابطال الخارقين، وبيعرفوا انهم كلهم اصلا اشرار ومش كويسين زي ما العالم فاكر. وبيوريه كاميرات المراقبة، وبيشوف اي ترين وهو بيتكلم مع واحد عن انه قتل بنت، وبيبقى قصده على روبن، وبيضحكوا ويتريقوا على البنت، وبيكون مش همه حاجة ولا حتى حزين على البنت اللي قتلها ولا يعرف حتى اسمها. وهنا هيوي بيتصدم من اللي بيشوفه وبيقرر ينتقم، وبيوري له بوتشر سجلات الشرطة في اليوم اللي روبن ماتت فيه، وبيعرفه ان اصلا ما حصلش اي سرقة يومها، وان اي ترين ما كانش بيجري ورا رصوص ولا حاجة زي ما كان بيقول. وبيبتدوا يتفقوا على خطة عشان يعرفوا ايه اللي خلى اي ترين في اليوم ده يجري بسرعة جنونية كده. وبيقول بوتشر لهيوي انه هيكلم شركة فوت ويقول لهم انه موافق على انه ياخد 45,000 ويمضي معاهم الاتفاقية، ولكن بشرط انه يعمل كده وهو في الشركة عشان يقابل اي ترين ويعتذر له عن اللي عمله في حبيبته. وساعتها هيوي يزرع جهاز تصنت في اوضه الاجتماعات لفريق ذا 7، ودي تبقى اول خطوه في الخط. ولكن هنا هيوي بيخاف وبيرفض يعمل كده وبيمشي وبيسيبه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف رئيسه الشركه مادلين وهي بتتفق مع محافظ مدينه انها هتبعت له بطل خارق يحمي المدينه دي لان فيها جرائم كتير مقابل $300 مليون سنويا. ولكنه طبعا بيرفض المبلغ الفظيع ده، وبيعرض عليها مبلغ $200 مليون
$2 سنويا، وفي المقابل هو مش هيفضحهم ويقول عن المركب الكيميائي اللي اسمه في. فهنا هي بتتوتر جدا وبتنفي كلامه وبتنفي وجود اصلا مركب اسمه في، وبنلاقيها بعد كده كلمته ووافقت فعلا على عرضه وبتقول له ما يتكلمش تاني على المركب الكيميائي في. وعلى الناحيه التانيه بنشوف ستارلايت وهي في الحديقه وقاعد جنبها هيوي، ولما بيلاحظ انها بتعيط بيتكلم معاها وبيبدا يهديها، وبيتعرفوا ساعتها على بعض وما بيكونش عارف انها ستارلايت من فريق ذا 7، وبيبدا يقول لها كلام يشجعها انها تكمل ومش تستسلم وتدافع عن نفسها. وبيروح بعدها يقابل بوتشر وبيكلموا الشركه وبيتفق معاهم انه موافق على عرضهم، وبتروح ستارلايت لاجتماع الفريق وبنتعرف هناك على بطل خارق اسمه بلاك نوار، وده بطل مش بيتكلم لكنه عنده سمع رهيب جدا وقوته كبير. وكمان بنتعرف على هوملاندر قائد الفريق لكنه اقوى واحد في العالم كله ومحدش بيقدر عليه ابدا، وبتكون قوته شبه قوه سوبرمان بيطير وبيطلع ليزر من عينه. وفعلا بيوصل هيوي لشركه فوت وبيقدر بنجاح انه يزرع جهاز التصنت، ولكن بنشوف ان ترانزلوسنت كان موجود وشاف كل اللي بيحصل ولكنه كان مختفي. وبيتكلم هيوي مع بوتشر وبيكون مبسوط انه قدر يحط الجهاز، ولما بيوصل لشغله بيتفاجئ ان ترانزلوسنت وصل له وبيضربه وبيهدده ان عاوز يعرف منه ليه زرع جهاز تصنت، وبيقول له انت شغال تبع مين. وطبعا هو بيكون مختفي ومش قادر هيوي انه يشوفه. وفي الوقت ده بيوصل بوتشر بالعربيه وبيخبط ترانزلوسنت، وطبعا هو بيكون قوي جدا لان محدش فيهم بيكون شايفه اصلا، لحد ما بيقدر هيوي انه يصعقه بالكهرباء وبيقع على الارض وبيموت. وهنا بيستغرب بوتشر انه ازاي عرف ان الكهرباء بتموته، فبيقول له هيوي ان جلده مصنوع من الكربون وده موصل عالي للكهرباء. وهنا بنعرف ان هيوي ذكي جدا جدا، وطبعا بياخدوا جثه ترانزلوسنت وبيحطوها في العربيه عشان يشوفوا هيعملوا فيها ايه. وبنشوف المحافظ اثناء ما بيكون في طيارته بيوصل هوملاندر وبيضرب عليه شعاع نار بيموت كل اللي في الطياره. واثناء ما بوتشر وهيوي في العربيه بيلاقوا ان ترانزلوسنت لسه بيتحرك في الشنطه وبيعرفوا ان لسه عايش، ولكن المشكله دلوقتي انهم لو سابوه هو عارف شكلهم وهيجيبهم ويقتلهم. فهنا بيفكر بوتشر في خطه عشان يقدر يقتله ويتخلص منه، وبيتحركوا على واحد اسمه فرنشي بيكون صاحب قديم لبوتشر وكمان بيكون تاجر سلاح. ولما بيوري له انه خاطف ترانزلوسنت في العربيه بيخاف جدا وبيقول له انت شكلك اتجننت، جايب لنا واحد من الخارقين هنا. وبيعرفوا ان كل خارق في فريق ذا 7 بيبقى حاطين فيه شريحه تتبع وانهم اكيد دلوقتي بيدوروا عليه، وساعتها هوملاندر هيجي يقتلهم كلهم. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف ان مادلين فعلا ابتدت تدور على ترانزلوسنت، وستارلايت جالها اول مهمه وبيكون معاها في المهمه دي زديد. ولما بيتقابلوا بتتخانق معاه وبتعرفه انها هتنتقم منه قريب على اللي عمله فيها، وبينزلوا فعلا عشان يقبضوا على تاجر مخدرات وبينجحوا بكل سهوله. ولكن بتتفاجئ ستارلايت ان في واحده اسمها اشلي موجوده في مكان الجريمه وبتصور كل اللي بيحصل عشان الناس كلها تشوف ان الابطال الخارقين بيحاربوا الجريمه وايرادات شركه فوت تعلى اكتر واكتر. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف فرنشي وبوتشر وهيوي وبيكونوا واخدين ترانزلوسنت وبيعملوا اوضه مخصوص ليه بيعزلوها عن اي اتصال خارجي، وكمان بيحطوه جوه قفص حديدي متكهرب عشان ما يقدرش يهرب منه. وبيحاولوا يفكروا سوا ازاي يقتلوه لان جلده من الكربون صعب جدا اختراقه، وان كمان الكهرباء مش بتموته ولكنها بتخليه يغمى عليه بس. وبيكون هيوي مش موافق اصلا على انهم يقتلوه وبيحاول يقنعهم، ولكنهم طبعا عارفين ان مفيش حل غير كده لانهم لو سابوه فريق ذا 7 مش هيسيبهم وهيقتلهم كلهم. وبنشوف هوملاندر وهو بيتكلم مع مادلين وبتعرف ان هو السبب في ان المحافظ يموت، وبتكون مش عارفه انه هيعمل له كده لانه اتصرف من دماغه، وبتحذره انه يعمل حاجه من وراها تاني. وبنعرف انه عرف الكلام اللي دار بينها وبين المحافظ لان عنده قوه انه بيقدر يشوف ويسمع من ورا الحيطه، وعلى طول هو بيسمع كلامها فعلا لاننا بنعرف انه بيحبها وفي علاقه غريبه ما بينهم مش مفهوم هي علاقه اب بامه ولا علاقه حبيب بحبيبته. المهم بنشوف هيوي وهو متعصب جدا بعد ما كلم والده، وبنلاقي فرنشي بيصنع رصاصه مصنوعه من ماده الكربون عشان يقدر بيها يخترق جلد ترانزلوسنت ويموته، ولما بيجربوها عليه للاسف مش بتنفع وما بيموتش. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مادلين وهي بتكلم موظفه عشان تحدد مكان شريحه ترانزلوسنت، وبيدوروا عليه وبيعرفوا انه موجود في مدينه جيرسي، وفعلا بيبعتوا قوات من الامن عشان تدور عليه. وبنشوف انه بوتشر راح لواحده اسمها سوزان البيت، ودي بتكون نائبه المدير في الاستخبارات المركزيه، وبيطلب منها ملفات عن ترانزلوسنت عشان يعرف اكتر عنه ويقدر يقتله، ولكنها بترفض انها تعمل كده وبتطرده. وبيدخل هيوي ميه لترانزلوسنت وبيتكلم معاه بكل هدوء وبيفضل يساله عن ايه ترين وعن اليوم اللي ماتت فيه حبيبته. ولكن في نفس الوقت ده الشرطه بتكون وصلت حوالين المكان وبتدور عليه، ولحسن الحظ مش بيلاقوه. وبنلاقي مادلين بتتكلم مع مسؤول كبير في الجيش وبتبقى عاوزه تدخل الابطال الخارقين بتوعها جوه الجيش،
طبعا عشان يحاربوا معاهم، ولكنه طبعا بيكون رافض لان ساعتها شركة فوت هي اللي هتكون متحكمة في الجيش والدولة. وعلى الناحية التانية ستارلايت بتلاقي شوية شباب بيعتدوا على بنت، فبتروح على طول تضربهم بقوتها، وهنا بتلاقي ان في حد بيصورها، فعلى طول اشلي بتروح لها وبتزعق ان الفيديو انتشر وانها ما ينفعش تعمل كده وهي بشخصيتها العادية وان الدنيا هتتقلب عليها. ولما بتحاول ستارلايت تعرفها ان الشباب دي كانت بتعتدي على بنت، بتعرفها اشلي ان للاسف الفيديو مش مصور غير وقت لما كانت هي بتضرب الشباب. وبنشوف ان مادلين قدرت تضحك على قائد الجيش وتصوره في وضع مخل وبتهدده بالصور دي عشان يوافق على اللي هي عاوزاه. وبنلاقي فرنشي اثناء ما بيتفرج على سلحفة كبيرة بيجيله فكرة ذكية جدا، وبيعرف ان ترانزلوسنت زيه زي اي سلحفة وانه من بره جلده سميك، ولكن لو قدر يوصل لجوه ممكن يموته. وهنا بيقرر انه يكهربه عشان يفقدوا الوعي، ولما بيعمل كده بيقدر انه يخترق جلده ويحط جواه قنبلة، وساعتها يقدر يفجره من جوه ويموته. وهنا ترانزلوسنت بيخاف جدا وبيقول لهم انه هيعرفهم كل حاجة عن ترين، وانه في اليوم اللي قتل فيه روبن كان راجع من بيت حبيبته اللي اسمها بوب كلاو، وانه بيحبها جدا وتقريبا بيروح لها كل يوم. وفي نفس الوقت ده بيروح هوملاندر للموظفة عشان يعرف منها مكان ترانزلوسنت ويدور عليه بنفسه. وقبل ما بوتشر يخلص على ترانزلوسنت بيلاقوا ان هوملاندر طاير في المكان حواليهم وبيدور عليه، وبيخافوا لانه بيشوف من ورا الحيطة وكمان بيقدر يسمع كويس جدا. فبيتحرك بوتشر ومعاه فرنشي، وبيتكلم فرنشي مع صاحبته وبيقول لها كلمة سر، فبنلاقيها بتجهز المكان كله بالقنابل. وبيوصل في الوقت ده هوملاندر للعربية اللي موجود فيها فرنشي وبوتشر وبيطلب انه يفتش العربية، وساعتها بيكون بوتشر قدر يهرب. وفي نفس الوقت ده القنابل بتفرقع وبيتحرق البيت كله، فعلى طول بيتحرك هوملاندر ناحية الانفجار. وبنشوف ان ترانزلوسنت قدر انه يطلع من القفص لما بوظ الكهرباء، وهنا هيوي بيهدده انه هيقتله، ولكن ترانزلوسنت بيقنعه انه لو سابه يعيش مش هيجيب سيرته. بس فجأة بيدوس هيوي على الزرار وبيتفجر ترانزلوسنت ل100 حتة، وبيكون هيوي مصدوم جدا من اللي حصل. ولما بيحاول يمشي ويروح لبيته بيمنعه بوتشر وفرنشي، وفي الاخر بيروح معاه فرنشي عشان بيكونوا قلقانين منه، وبيفجر بوتشر المكان عشان يمحي اي اثار للي حصل. وعلى الناحيه الثانيه ستارلايت بتكون فاكره انها هتطرد من الشركه على اللي عملته والفيديو اللي انتشر ليه، ولكن بتلاقي المديره بتشكرها وبتقول لها ان البنت اللي كنت بتدافع عنها طلعت واعترفت انك ساعدتيها، وكده شهرتها زادت قدام الناس وحبوها اكتر. وده طبعا بيكون اهم حاجه لشركه فوت انهم يتشهروا ويكسبوا فلوس اكتر واكتر. وبيكونوا صنعوا لها زي جديد ولكنه مفتوح ومبين معظم جسمها، وفي الاول هي بترفض انها تلبسه لانها بتكون متدينه. وعلى الناحيه الثانيه لما بيوصل هيوي للبيت بيجهز شنطته عشان يسيب البيت ويكمل مشواره مع بوتشر وفرنشي. وبنشوف بوتشر بيقابل صاحب قديم ليه اسمه ام، ومن الواضح انه كان شغال معاهم زمان، وبيكون بوتشر عاوزه يرجع يشتغل معاهم تاني ويساعدهم، ولكنه بيرفض وبيقول له انه خلاص بقى شغال دلوقتي تبع الحكومه وان عنده زوجه واولاد. ولكن بيقدر بوتشر انه يقنعه في الاخر، بس بيكون ام عنده شرط وحيد، وهو ان اللي اسمه فرنشي ما يكونش معاهم في الفريق. فهنا بيضحك عليه بوتشر وبيقول له انه ما شافوش اصلا من سنين، ولكن لما بيتقابلوا بيتفاجئ بيه. وهنا بيبتدوا هما الاتنين يتخانقوا، ومن الواضح ان كان في بينهم مشاكل قديمه. وبنشوفهم هما بيراقبوا بوب كلو حبيبه ترين وبيروحوا لها على اساس انهم من صيانه الانترنت. وفعلا بيقدر هيوي انه يخترق الجهاز وبيخترق كل الكاميرات في البيت، واثناء ما هو طالع بيقابل ترين وبيكون مصدوم انه حتى مش فاكره. وبنشوف هوملاندر ومعاه ميف وبيكونوا رايحين يساعدوا الشرطه في القبض على مجرم، بس بيوصل له هوملاندر وكالعاده بيقتله بكل عنف. وعلى الناحيه الثانيه ترين بيكون قاعد مع حبيبته بوب كلو، وبيكون عنده سباق مع واحد برضه سريع جدا اسمه شوك ويف، وبيبقى لو خسر السباق هيطرد من فريق ذا 7. وبيقول لها انه محتاج ياخد المركب الكيميائي فيه لانه بيخليه قوي وسريع جدا جدا، بس هي بترفض لانه اخر مره خده ما قدرش يتحكم في قوته وقتل البنت حبيبه هيوي. وطبعا كل ده بيكونوا مراقبينه من خلال الكاميرات وسامعين كل حاجه. وهنا بيكونوا عاوزين يعرفوا ايه هو المركب الكيميائي فيه، وعايزين ياخدوا عينه منه عشان يعرفوا ايه ده. وفعلا بيجي يوم السباق وبيوصلوا عشان يقدروا ياخدوا العينه، لكن للاسف مش بيلاقوها وبيكون خلاص ترين خدها. واثناء ما بيكون هيوي في المكان بيشوف ستارلايت اللي كان قاعد معاها قبل كده وما بيكونش عارف انها بطله خارقه، وبيتقابلوا سوا وبيقعدوا يتكلموا، وبيعرف منها انها بتكره شغلها ده وبتكره فريق ذا 7 ولكنها مجبره انها تكمل. والسباق بيبدا وبيقدر ترين انه يكسبه بكل سهوله بفضل المركب فيه. وبنلاقي بوتشر بيبص على هوملاندر ومن الواضح كده انه بيكرهه وهنعرف السبب قدام. وفي نفس الوقت بنشوف ان بوب كلو حبيبه ترين خدت من المصل فيه، وساعتها بقى عندها قوه خارقه وللاسف بتقتل صاحب العماره بالغلط. وهنا بيكون بوتشر وفرنشي وهيوي وام واللي هنسميهم فريق ذا بويز مراقبينها وشافوا كل اللي حصل، وبيتحركوا على بيتها وبيهددوها وبيقولوا لها انهم هيساعدوها بس عاوزين يعرفوا منها معلومات عن المصل فيه.
في. وعلى الناحيه التانيه بيكون زديب قدر انه يلاقي الصندوق اللي موجود فيه بقايا ترانزلوسنت وبيوريه لهوملاندر والمديره مادلين، وهنا بيبداوا يخافوا ويقلقوا. وبنشوف بوتشر وهو بيفتكر حبيبته بيكا وبيكون بيتفرج عليها من كاميرات مراقبه من 7 سنين لما اختفت اخر مره وما عادش يعرف عنها حاجه. وبيروح يتكلم مع سوزان وبيقول لها عن المصل في، وان دي حاجه نقدر نضغط بيها على الابطال الخارقين ونقول انهم بياخدوا منشطات وساعتها هيمنعوا دخولهم للجيش. فهنا هي بتطلب منه عينه من المصل عشان تتاكد من كلامه. وبيكون بوتشر عرف معلومات من بوب كلو ان ايه ترين بيجيب المصل في من مكان بيبيع مكرونه. فهنا هما بيراقبوا المكان وبيشوفوا واحد مسلح وبينزلوا للمكان اللي دخل فيه وبيلاقوا عصابه هناك. وفرنشي بيشوف بنت محبوسه في المكان وبيقرر انه يحررها، ولكنها بتطلع بطله خارقه مفترسه وبتخلص على كل العصابه اللي في المكان. وبيقدروا ذا بويز انهم يحبسوا نفسهم جوه الزنزانه قبل ما البنت دي تقتلهم هما كمان. وبيوصل بوتشر وبيخرجهم وبيعرفوا انهم كانوا بيجربوا المصل في على البنت دي وعشان كده كانوا حابسينها. وعلى الناحيه التانيه بتوصل اخبار ان في طياره مخطوفه، وهنا بتقرر مادلين ان هوملاندر وميف يروحوا ينقذوا الناس عشان دي هتكون خطه كويسه جدا عشان الناس كلها تقتنع انهم لازم يدخلوا الابطال الخارقين للجيش. وبنشوف ان فرنشي وصل للعقار، وبيقدر فرنشي انه يوصل لعقار يخلي البنت الخارقه دي تفقد وعيها. وبيعرف ايه ترين ان الناس اللي كان بيجيب منهم المصل في ماتوا وان البنت هربت. وهنا بيروح لحبيبته وبيشك انها تكون قالت حاجه لحد، ولكنها طبعا بتنكر كلامه وهو بيكون برضه شاكك فيها. وبنشوف البنت دي دخلت مكان وقتلت ست بكل سهوله وهربت. وهيوي بيكون خارج مع ستارلايت في مقابله، ولكنه بيتخيل كل شويه اليوم اللي قتل فيه ترانزلوسنت، وكمان بيفضل يتخيل روبن حبيبته. وبنشوف الطياره المخطوفه، وهنا بتوصل ميف وهوملاندر وبيقدروا يخلصوا على المجرمين. وبيفرح جدا كل الركاب انهم بقوا في امان. بس لما بيدخلوا لكابينه الطيار للاسف بتتدمر الطياره لما بيحاول هوملاندر انه يقتل المجرم الاخير. وهنا بيقرر هوملاندر انه يهرب ويسيب الطياره، ولكن ميف ما بتكونش موافقه طبعا وبتكون عاوزه تنقذ الناس، ولكنه بيعرفها ان قوته كبيره جدا ولو حاول يشيل الطياره هيعمل جواها ثقب بسبب سرعتها وانه مش هيقدر ينقذ حد. وهنا هي بتقول له انك سريع جدا جدا، خد واحد واحد وانزل بيهم على الارض. بس هو بيقول لها انه مكسل يعمل كده وانه اكيد مش هيروح ويرجع 123 مره على عدد الناس. وهنا ميف للاسف ما بيكونش قدامها حل، ولما بتحاول تديها حتى اولادها الصغيرين للاسف هوملاندر مش بيوافق لان الاولاد دول ممكن يحكوا اي حاجه من اللي حصلت وساعتها هيتفتحوا. وفعلا هوملاندر بياخد ميف وبيسيبوا الطياره تقع وبيموت كل اللي كان عليها. وفريق ذا بويز بيتتبعوا البنت اللي هربت وبيعرفوا فعلا مكانها، وبيروح فرنشي يتكلم معاها بهدوء. وفعلا هي بتهدى لما بتعرف ان هو كمان وهو صغير اتخطف واتعذب زيها، وبيكون صوت الموسيقى بيهديها. ولما بتتقلب الموسيقى للاسف بتهرب منه. وهنا بيتخانق معاه ام عشان ضيع البنت، وانه المفروض كان يخدرها وانه ملتزمش بالخطه زي ما عمل زمان، وكان السبب في موت احفاد واحده اسمها مالوري. وهو ده بيكون السبب اللي خلى ام يكره فرنشي، وهنفهم قدام مين مالوري دي وايه اللي حصل بالظبط. وهنا بيقدر ترين انه يوصل للبنت وبيفضل يضرب فيها وبيكون عاوز يموتها، ولكن بسرعه فرنشي بيعرف الناس ان ترين موجود هنا، فبيروحوا كلهم يتصوروا معاه والبنت بتقدر تهرب منه. وبيوصل لها فريق ذا بويز وبيقدروا يخدروها فعلا قبل ما تموت فرنشي. وبنشوف ان الطياره وقعت في البحر وكل الناس ماتت، وطبعا ميف بتبقى حزينه جدا عليهم. وبيتكلم هوملاندر مع الصحافه وبيمثل انه حزين وبيقول ان ما كانش المفروض يموت، وان لو الدوله كانت وافقت على دخولهم الجيش كان زمانهم عرفوا من بدري وقدروا انهم ينقذوا الناس. ترين بيعمل حيله ذكيه على حبيبته بوب كلو، وبيقدر يعرف منها انها فعلا هي اللي قالت لفرقه ذا بويز على المصل في ولكنها ما تعرفش اسمائهم. وفجاه بيحط لها في ايديها حقن كتير من الهيروين وبيموتها بسبب جرعه زايده. وبنعرف ان هوملاندر عرف بالموضوع وهو اللي اجبر ترين انه يقتل حبيبته. وعلى الناحيه الثانيه بيكون فرنشي بيعمل اكل للبنت اللي معاهم وبيحاول يتكلم معاها بهدوء وبيبقى طيب جدا عليها ولكنها ما بتبقاش بتتكلم. وبنشوف ان هيوي موجود في حفله كبيره تبع الكنيسه، وبيطلع واحد اسمه ايزيكيل بيكون بطل خارق وقوته ان جسمه بيقدر يتمدد ويطول جدا، وبيقول لهم ان القوه الخارقه اللي عندنا دي موهبه من ربنا باعتها لناس معينه عشان تقدر تحميكم. وبيكون فريق ذا بويز موجود وعندهم خطه انهم يهددوا ايزيكيل بفيديو ليه وهو موجود في البار عشان يقول لهم على مكان وجود المصل فيه. وبيكونوا عاوزين هيوي هو اللي يدخل ويبتزوا بالفيديو. وبيروح بوتشر لبيت اخت مراته بيكا وبيعرف انهم عملوا دفنه ليها وحطوا لها كمان قبر والقبر فاضي، وهم اصلا ما يعرفوش اذا كانت ماتت ولا لا ولكنها مفقوده من 8 سنين. وطبعا هو بيكون متضايق جدا لانه لسه عنده امل انها عايشه، وبيروح وبيكسر القبر بتاعها. ترين بيتفرج على كاميرات المراقبه لبيت بوب كلو وبيشوف هناك فرنشي ظهر في الفيديو، وبيبدا فعلا انه
يبحث عنه هو وبلاك نوار، وبيكون فعلا هيوي قدر يدخل لإيزيكيل وبيهدده انه هينشر الفيديو، وبيعرف منه انهم بينقلوا صناديق فيها المصل في لكل المستشفيات في البلد، وان اخر صناديق وصلت لمستشفى الاطفال حديث الولاده. وبنشوف ميف بتروح لصاحبتها إلينا، ومن الواضح ان علاقتهم متوتره وبقالهم اكتر من سنتين ما شافوش بعض. وعلى الناحيه التانيه بيعرف فرنشي ان اي ترين وبلاك نوار اتعرفوا عليه وانه لازم يهرب بسرعه، وبيتحرك بوتشر ومعاه ام للمستشفى، وهناك بيكتشفوا حاجه صادمه جدا، وهي ان شركه فوت بتصنع ابطال خارقين عن طريق المصل في، لانها بتديه للاطفال من صغرهم وبيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان دي موهبه وهديه من عند ربنا ليهم، وان كل الابطال الخارقين دول في الاساس مصنوعين وواخدين المصل في. وبيكون فرنشي فك البنت عشان يهربوا سوا، ولكن للاسف بيوصل بلاك نوار لفرنشي، وهنا بتيجي البنت وبتدافع عنه، بس بلاك نوار بيبقى اقوى منها بكتير وبيخلص عليها. ولما بيوصل لها فرنشي بيلاقي جروحها بتتشفي وانها صحيت تاني، ودي بتبقى قوتها الخارقه. وبنلاقي ان ستار لايت بتقول خطاب من دماغها وما بتلتزمش بالنص اللي مكتوب، وبتعرف الناس انها عادي بتغلط زيها زيهم لانها انسانه ومش آلة، وانها مش معصومه من الخطأ. وبتقول لهم كمان ان في واحد غصبها انها تعمل معاه علاقه وبيكون قصدها على زديد. وبعدها يوي بيتكلم معاها وبيحضنها، وبنشوف ان في عصابه وصلت لبوتشر وفرنشي وابتدوا يخشوا معاهم في قتال، وبيقدر بوتشر ان يخلص عليهم عن طريق طفل خارق. وبيتجمع فريق ذا بويز وبيكونوا عرفوا ان مفيش اي بطل خارق بيتولد كده، وان شركه فوت هي اللي بتصنعهم في المعمل، ولكن طبعا مش كلهم يعرفوا كده. وعلى الناحيه التانيه بيطردوا اشلي المسؤول عن الدعايه والخطابات بسبب اللي قالته ستار لايت وانها اتصرفت من دماغها. وبتدخل ستار لايت وبتتكلم مع مادلين وبتهددها انها هتطردها، ولكن ستار لايت بتقول لها انها لو اتطردت هتعرف العالم كله ان اللي اعتدى عليها هو زديب، وساعتها اسهم الشركه هتقل والناس هتقوم عليهم. وبتتقابل ستار لايت مع ميف وبتتكلم معاها وبتشجعها على الكلام اللي قالته في الخطاب، وبنلاحظ ان ميف طيبه ومش حابه الطريقه اللي بيتعاملوا بيها، وانها فعلا بتحب تنقذ الناس. وبنروح لفرنشي وهو بيحاول يتواصل مع البنت دي، وبيقترح انهم يروحوا لواحد اسمه مزمر بطل خارق بيكره شركه فوت، وقوته هو انه يقدر يدخل في عقل الناس ويسمعهم ويعرف عنهم كل حاجه، وانه اكيد هيساعدهم. وفعلا بيعملوا كده، وبيمسك مزمر ايد البنت، ومن شده خوفها للاسف بتكسر ايده. وبيروح هيوي مع بوتشر لمكان بيكون موجود فيه ناس كتيره متضرره بسبب الابطال الخارقين، اللي مقطوع رجله واللي مشلول واللي مش بيسمع، وكل ده بسبب انهم حبوا او ارتبطوا بواحد من الخارقين وانهم اتاذوا بسبب قوتهم. وهنا بوتشر بيحاول يقنع هيوي ان ستار لايت هتاذيه وانها زيها زي الابطال الخارقين كلهم اشرار، ولكن هيوي بيبقى عارف ومتاكد انها غيرهم وانها طيبه وكويسه. وبيبدا بوتشر يحكي لهيوي عن حبيبته بيكا اللي اختفت من 8 سنين، وقد ايه كان بيحبها وان حياتهم كانت مثاليه، ولكن بننصدم لما بنعرف ان هوملاندر اغتصبها، ومن اليوم ده وهي اختفت، واخر مره شافها فيها من خلال الكاميرات دي، وما يعرفش عنها حاجه من 8 سنين. وعشان كده هو عاوز ينتقم من هوملاندر ومن كل الابطال الخارقين. وعلى الناحيه التانيه بتتكلم مادلين مع زديب، وبتقول له انك لازم تطلع قدام التلفزيون وتعتذر عن اللي عملته في ستار لايت، عشان بكده تكون ورقه الضغط اللي ستار لايت ضغط بيها عليها انتهت. وفعلا زديب بيعمل كده وبيطلع يعتذر قدام العالم كله، وفي الاخر طبعا بيطردوه من فريق ذا 7 لانه بيكون مكروه من الناس. وبنشوف بوتشر وصل لباقي الفريق اللي موجودين دلوقتي مع مزمر، وبيكون متضايق جدا منهم لانهم اتصرفوا من غير ما يعرفوه. وبيحاول تاني مزمر مع البنت، وبيعرف انها كانت ارهابيه قبل ما تتخطف ويجربوا عليها المصل في، وبيعرفوا ان شركه فوت بتصنع ارهابيين خارقين عشان تكون ورقه ضغط على الحكومه، ويوافقوا انهم يدخلوهم للجيش، لان طبعا هم الوحيدين اللي هيقدروا يقتلوا الارهابيين الخارقين دول. وبيعرف كمان انها لما كانت طفله هجم على عائلتها ارهابيين وقتلوا اهلها وخطفوها هي واخوها واجبروهم يكونوا ارهابيين زيهم، وان كل هدفها انها تنقذ اخوها اللي لسه موجود مع الارهابيين. واخيرا بنعرف ان اسمها كيميكو. وبيتحرك بوتشر وبيروح لسوزان وبيديها المصل في، وكمان بيعرفها ان شركه فوت بتصنع ارهابيين خارقين، ولكن بيكون عنده طلب انه ياخد حقه من هوملاندر، ولكنها مش بتوافق لانها بتبقى خايفه، فساعتها بيمشي وبيسيبها. وعلى الناحيه الثانيه بيقابل مزمر هوملاندر وبيعرفه على كل فريق ذا بويز وبيفضحهم، وبيفتكر هوملاندر لما كان طفل صغير وانهم خطفوه من اهله وانه كان عايش في المعمل طول حياته لانهم كانوا بيعملوا عليه تجارب للمصل في. وبنرجع بالزمن قبل 8 سنين وبنشوف بوتشر ومعاه مراته بيكا موجودين في حفله للابطال الخارقين، لانها بتكون مديره التسويق في شركه فوت. وفي اليوم ده بتتعرف بيكا على هوملاندر وبيطلب منها تقابله تاني يوم في المكتب عشان تساعده في الشغل. وبنشوف على الناحيه الثانيه ان هيوي
هيوي وستار لايت نشأت بينهم علاقة وبقوا مرتبطين حاليا، وهوملاندر بيبدأ انه يتعرف على كل واحد من فريق ذا بويز. وذا ديب بعد لما اتطرد من الفريق راح يسكن في مدينة سانديسكي وبيكون محبط ومتضايق جدا، وبنلاحظ علامات التعب والإجهاد على ترين لما بيكون بيتدرب مع أخوه، وبينصحوا أخوه انه يبطل تعاطي المصل في لأن قلبه ابتدى يتأثر وممكن يموت بسببه. وبيعمل هوملاندر اجتماع لكل فريق ذا 7 وبيقول لهم على فريق ذا بويز وان هم السبب في موت ترانزلوسنت وكمان السبب في موت بوب كلو. وهنا ستار لايت بتتصدم لما بتشوف صورة هيوي وبتبقى مش مصدقة، وبيكون هوملاندر هيقتلها لأنه شاكك فيها إنها تكون مشتركة معاهم في الجريمة وتكون جاسوسة بينهم، ولكن ميف بتدافع عنها وبتعرفه إنها أكيد ما كانتش تعرف حاجة عنه. وبنشوف إن هيوي راح لفريق ذا بويز وقال لهم إنه عاوز يبعد عنهم وإنه مش هيكمل معاهم في اللي بيعملوه، وكل ده بيبقى بسبب إنه بيحب ستار لايت وخايف يأذيها وما عادش عاوز يخبي عليها حاجة. وفي نفس الوقت بيجيله مكالمة من والده، ولكنه بيتفاجئ إن ترين اللي بيكلمه وبيهدده إن هيقتل والده. فهنا كلهم بيعرفوا إنهم انكشفوا وهوملاندر عرف شخصيته، وفعلا بيروح هيوي لوالده وبيلاقي ترين هناك وبيهدده هيوي وبيتفق معاه إنه معاه جرعة كبيرة من المصل فيه وإنه يقدر يديها له لو ساب بابا يعيش. وهنا بتوصل كيميكو وبتضربه وبتكسر له رجله، وعلى طول هم كلهم بيهربوا، وبيكون بوتشر وصل لمزمر وبيقتله لأنه كان السبب في إنهم ينكشفوا. وبيفتكر بوتشر اللي حصل من 8 سنين لما مراته بيكا راحت لهوملاندر المكتب وإنها طلعت بعد 3 ساعات وهي متبهدلة، وبيعرف إنه اغتصبها. وبتكلم واحدة اسمها مالوري وبتعرفه إنها من الاستخبارات وإنها تقدر تساعده يلاقي مراته وينتقم من هوملاندر. وعلى الناحية التانية بنشوف هوملاندر بيتكلم مع مادلين وبيسألها عن بيكا وإنها اختفت من 8 سنين وبيكون عاوز يعرف هي فين، ولكن مادلين بتقول له إنها ما تعرفش عنها حاجة. وهنا بيروح هوملاندر وبيتكلم مع دكتور اسمه فوغلاباو، وبيكون هو اللي كان مربي هوملاندر من صغره لما كان عايش في المعمل كطفل تجارب، وبيبدأ يسأله عن بيكا واللي حصل لها. وهنا بيحكي له إنها من 8 سنين جات له وكانت حامل من هوملاندر، ولكنها حامل في طفل مش عادي، طفل عنده قوة خارقة رهيبة، وإنه كمان كان بيكبر بسرعة رهيبة جدا، وإنهم خلوها تمضي على أوراق عشان ما تتكلمش. وفي يوم الولادة للأسف الطفل شق بطنها وقتلها، وكمان بعدها بكام دقيقة الطفل كمان مات. فبيتصدم هوملاندر من اللي سمعه وبيمشي، وبيتفق بوتشر مع سوزان انها تحمي عيلة ام وكمان والد هيوي، وفي المقابل بيديها المصل في. وبنشوف سوزان وهي بتهدد مادلين وبتقول لها انها كشفت المصل في وانهم بيصنعوا الابطال، وبتهددها انها تسحب طلب ان الابطال الخارقين تدخل الجيش، وان الشرطة والجيش يشوفوا دورهم وهي تفضل في شركة فوت فقط، والا هتعرف الاعلام عن المصل في، وساعتها شركتها كلها هتتدمر وهي هتخش السجن. ولكن في نفس الوقت بيشوفوا تصوير عن إرهابي خارق بيقدر إنه يفجر نفسه وبيموت عدد كبير من الجيش، وبيحاول كتير هيوي إنه يتواصل مع ستار لايت، ولكنها بتكون مصدومة فيه ومش بترد عليه لحد ما أخيرا بتقرر تقابله. وهي بتكون مفكرة إنه كان بيستغلها عشان يوصل لإترين وإنه مش بيحبها، وهنا هو بيصارحها بالمصل فيه وإنها خدته وهي صغيرة عشان تبقى بطلة خارقة وإنها مش مولودة كده. فهنا هي بتتصدم جدا من اللي بتسمعه. وبنشوف الجيش موجود في سوريا عنده مهمة، ولكن بيوصل هوملاندر وبيقول لهم إنه هيقوم بالمهمة هو، وفعلا بيدخل وبيخلص على كل العصابة اللي جوه بكل وحشية، وبيطلعوا معاه المصل فيه وبيقول لهم انه لقاه مع المجرمين جوه. وبتكون دي خطة من مادلين، وبتتكلم مع الوزير وبتعرفه انهم لقوه في سوريا، وبتقول له كمان انه لازم يوافق على دخول الابطال الخارقين للجيش عشان يقدروا يحموا البلد من الارهابيين الخارقين اللي ظهروا دول، واللي اكيد في منهم كتير جدا. وهنا سوزان بتتكلم مع بوتشر وبتعرفه انهم للاسف لازم يكتموا خبر المصل فيه دلوقتي، لان في ارهابيين خارقين ظهروا وان شركة فوت الوحيدة اللي هتقدر تحميهم عشان هي المسؤولة عن الأبطال الخارقين. فهنا بيحاول يعرفها إن شركة فوت أصلا هي اللي صنعت الإرهابيين الخارقين دول، ولكنها بتقول له إن ما عندهمش دليل على ده. وهنا هي بتقول له إنكم للأسف كمان دلوقتي مطلوبين العدالة بتهمة إنكم قتلتوا ترانزلوسن. وهنا بيتحرك بوتشر ومعاه هيوي وبيروح لمالوري اللي كانت قابلته زمان، وبتكون هي زمان اللي جمعت بوتشر وام وفرنشي عشان يحاربوا ضد الأبطال الخارقين، ولكنها لسبب إن أحفادها ماتوا محروقين قررت إنها تنسحب، وهنعرف قدام ازاي ده حصل. وهنا بتعرفوا ازاي يضغطوا على هوملاندر ويهددوه، وبتقول له ان هوملاندر بيحب مادلين وفي علاقة بينهم، وان مادلين الوحيدة اللي هتكون عارفة نقطة ضعفه. وبتتكلم ستار لايت مع مامتها وبتعرف منها انها فعلا وهي صغيره قبضت فلوس عشان تخلي شركه فوت تحقن بنتها بالمصل في، وطبعا بتتعصب عليها جدا بسبب اللي هي عملته، وانها كانت بتعذبها وتخليها تصحى من 5 الصبح وكمان ما تاكلش اي حلويات ومعذبها على طول. وبنشوف ان في ناس وصلت لفريق ذا بويز وقدرت انها تخدر وتخطف ام وفرنشي وكيميكو، ولما بيعرف بوتشر انهم اتقبض عليهم بيقرر انه هيكمل طريقه، ولكن هنا هيوي بيعترض وبيقول له انهم لازم يساعدوهم
عليهم وينقذوهم، بس بوتشر بيسيبه وبيكمل لوحده. وهنا هيوي بيقابل ستارلايت وبيطلب مساعدتها، وبنشوف ان اي ترين رجله اتجبست، ولما بيشوف ان شوك ويف بقى مشهور اكتر منه لانه دلوقتي هو اسرع واحد في العالم، بيقرر انه ياخد المصل فيه. وهنا اخوه بيشوفه وبيعرف ان رجله بقت سليمه في يوم واحد وانه رجع ياخد المصل. وبنتعرف على واحد اسمه إدجار وبيكلم مادلين وبيقول لها ان الحكومه وافقت فعلا على دخول الابطال الخارقين للجيش بسببها، وانهم كمان هيدفعوا لشركه فوت سنويا 40 مليار دولار. وبيتكلم بعدها هوملاندر مع مادلين وبيعرفها ان هو اللي كان بيصنع الارهابيين الخارقين. وبنروح لفرنشي وام وهم محبوسين، وبيوصل لهم كمان هيوي بعد لما اتخطف هو كمان، وبيكون مخبي سلك في بقه عشان فرنشي يستخدمه ويفكهم ويقدروا يهربوا. وفعلا بيقدروا انهم يحرروا نفسهم، وبيروحوا عشان يحرروا كيميكو، لكن بيوصل لهم العصابه وبيبداوا يضربوا عليهم نار. وهنا بتوصل ستارلايت وبتقتل كل العصابه وبتساعدهم يهربوا، بس للاسف بيوصل اي ترين وبيكون عرف ان ستارلايت بتساعدهم وبيبدا الحرب بينه وبينها. ولكن اي ترين بيتعب جدا بسبب قلبه وبسبب المصل فيه وبيغمى عليه، بس هيوي بيقرر ما يهربش ويساعده وبيطلب الاسعاف. وفي نفس الوقت بنشوف ان بوتشر وصل لمادلين وربطها وحط لها قنبله، وفعلا بيوصل لهم هوملاندر وبيكون بوتشر ماسك زرار القنبله وبيهدده انه هيقتلها. ولكن بيكلمها هوملاندر وبيعرفها انه عرف حقيقه اللي حصل لبيكا، وانهم كذبوا عليه في القصه اللي حكوها له انها ماتت وهي بتولد ابن. وهنا هوملاندر بيقتلها لانها كذبت عليه، وعلى طول بوتشر بيفجر المكان كله. ولكنه لما بيفوق بيلاقي نفسه قدام بيت، وبيتصدم لما بيشوف مراته بيكا قدامه لسه عايشه وانها خلفت ابن من هوملاندر. وبكده القصه بتشيد اكتر واكتر. وعشان نعرف ازاي ده حصل، هنا الموسم الاول من مسلسل ذا بويز بيخلص. ولو عجبك الملخص يا ريت تتابعنا، لان الموسم الثاني والثالث والرابع نازل قريب، وكل ده طبعا قبل نزول الموسم الخامس بعد 10 ايام. فطبعا ما تنساش تعمل اشتراك لو انت لسه جديد، وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام.